السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشتوني 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 والله. عاملين ايه؟ الروتين ده انا كنت لسه مصوراه بقالي 10 ايام، ما كنتش بعمل اي حاجة. اخدت الدور اللي ماشي ده في الجو، الفيروس اللي ماشي في الجو ده كان فظيع. كنت تعبانة جدا والله انا وولادي. ادم كان جاله يعني الدور وتعديت منه، وعديت مازن ومروان كمان. كان ايام ما يعلم بها الا ربنا. الله يكون في عون الاطفال اللي كانوا تعبانين والله. شايفين شكل المطبخ ده كده يعني بعد تعدي، يعني انا في مواعين على المصفى هناك دي انا غسلاها من بالليل كمان. منظر المطبخ ما كانش يتشاف بصراحة. يا رب ما تحرم حد من صحته يا رب، وكل واحدة تخدم نفسها بنفسها يا رب، ما تحرمش حد من صحته. طبعا الدنيا كانت بايظة خالص، يعني انا عملت صورت مرة في المطبخ لانه كان متبهدل خالص، ومرة لوحدها في بقية الشقة برا. هنا بقى انا كنت بوضب بحاول ارص، بشيل اي حاجة تتحط في مكانها، اظبط الرخامة، المواعين، الحيطان كانت بايظة برضو بتاعت المطبخ برضو عملتها. كان 10 ايام ما كنتش بحط ايدي في المطبخ نهائي، ما كنتش بقوم من مكاني اصلا. كنتش بقوم من مكان الحيطان والرخامة والحاجة، يعني طبعا مفيش حد هيعمل حاجة زي حاجتك، زيك انتي بنفسك. هنا دي المواعين دي اللي كنت غسلها، يعني غسلت المواعين دي من بالليل لان كانوا ياما قوي. غسلتها كده من بالليل، وهوضب حاجة حاجة كده واشيل كل حاجة مكانها اهو. والحمد لله، ربنا ما يعودها ايام تاني ويشفي كل مريض يا رب. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. هنا بقى نبتدي نغسل المواعين كده ونشوف اللي ورانا ايه. نسمي الله كده ونبتدي ان شاء الله. طبعا كل واحد يخلي باله من ولاده. طبعا انا عارفة العدوى كلها بتيجي من المدارس، وربنا يسترها والله على ولادنا. انا عن نفسي مستنية بس ولادي يخلصوا الامتحانات، يعني ابتدوا امتحانات يعتبر النهاردة كده الحد. مستنيهم يمتحنوا عشان عندي في رابعة وعندي في اولى اعدادي. بتاع كيجي النهاردة وديته، راحوا بصراحة عشان كان بيكح وكده قالوا لي لا، ما سيبيه لحد لما يخف خالص بعد كده تبقى هاتيه. بس بصراحة مستنية اللي في اولى اعدادي واللي في سنة رابعة يخلصوا امتحانات الاسبوع ده، ومش هوديهم على طول يعني، وربنا يسترها. يلا كده روتين تشجيعي، نشجع كلنا كده مع بعض، ونقوم نشوف اللي ورانا كده، ما نكسلش على حاجتنا، لان محدش هيعملك زي ما انتي بتعملي. زي ما انتي عارفة، حتى لو هما يعني كتر خيرهم برضو اللي وقفوا معايا وانا تعبانة وكانوا بيراعوني وكده، بس برضو محدش هيشوف حاجتك زي ما انتي عاوز او يعملك اللي انتي عاوزاه. طبعا انا بشكرهم جدا، يعني اللي كانوا واقفين معايا ربنا يخليهم لي. والحمد لله يعني على كل شيء، ربنا ما يعودها ايام. نبتدي كده نعمل حاجة حاجة. انا ما عملتش كل حاجة في يوم واحد بصراحة. انا يعني اول ما قدرت اقوم قمت عملت، كان في شوية مواعين في الحوض غسلتهم. وتاني يوم ابتديت كده من الصبح ان انا اعمل حاجة حاجة في المطبخ. بصراحة مسكت قلبته من فوق لتحت، يعني بص ما سبتش حاجة فيه ما عملتهاش. بس انا وعملت الحيطان كمان، بس بصراحة ما صورتهاش الحيطان، وكانت الشفاط وكل حاجة نزلتها بصراحة، غسلتها من اول وجديد. دي الحلة دي كانت مصفرة شوية عشان كنت بعمل فيها الحلبة، فالحلبة بتصفر الألمونيا. يعني انا بحب ادعك الألمونيا حلو، يعني بحبها تبقى منورة كده. لو روتين تشجيع يعني ليا وليكي وكل اللي بيتفرجوا عليا، يا ريت تدعموني بلايك والاشتراك في القناة، وكومنت حلو منكم كده، تعليق حلو منكم كده تفرحوني بيه. نفسي القناة تكبر،
نفسي اكبر بيكم، لان انا اكبر بيكم انتوا، مش ادعموني بس كده ان شاء الله، بس القناة تكبر بيكم بإذن الله. ولو في اي تعليق، اي ملاحظة، اي حاجة اكتبوها لي. طبعا اكتر حاجة بتتعب هي المواعين. انا طول ما المواعين في الحوض كده وفي المطبخ تحس ان هي ايه، بتجيب اكتئاب لوحديها. هو المطبخ اول ما يروق تحس ان الشقة كلها متروقة. وانا بصراحة بحب اقف في المطبخ، يعني بحب اعمل كل حاجة كده في المطبخ. ب- بعتذر. اهو الحمد لله. والله المشكلة عندي اللي الدور ده جالي وانا اصلا عندي حساسية في صدري، فالدور ده مع الحساسية كان مدمرني بجد. هنا هي البوتاجاز، يعني امبارح كنت مسحاه بس كده، بس ده دعكته، بس دعكته دعكة كويسة اهي، وشلت حتة الألمونيا اللي فوق دي برضو، وادعك الإزاز وراه كده، دعكه دعكة كويسة كده. غيرت له حتة الألمونيا اللي أنا بحط عليها دي، بتنضف الإزاز يعني. هو أنا كنت عندي رول اللي أنا حاطاه اللي هو بيلزق ده على البتاع، بس مش عارفة استخدمته في ايه، وفي بقى الحتة دي بس. هي طالما عملت حتة بحتة الأمونيا وحتة الفوطة المبلولة دي، خلاص هو كده لزق على الحيطة خلاص. انا هشيل كل اللي على الرخامة ده وادعكها، كل كده هدعكها، هنزل كل حاجة وادعكها. خلي ايدك في الحاجة كده على طول اول باول، مش هتتعبي في التنظيف. يعني انا على طول المطبخ ده على طول ايدي فيه، حتى لما يجي عيد عليا، يجي حتى والله في الشقة اللي قبل ما اسكن هنا، يعني قبل في الشقة القديمة بتاعتي، كنت على طول اجي بقى في عيد في رمضان، مبقاش محتاجة الهدة بقى اللي انا اتهدها دي بقى، واتعب في التنظيف، لان كده كده الحاجة بتبقى نظيفة. فطالما ايدي على طول في الحاجة، فما فيش لا السيراميك عليه زيوت ولا اي حاجة، لاني يعتبر اسبوعين هعمله معاكم في مرة ان شاء الله. ما بيخليش اي حاجة حوالين البوتاجاز، الحمد لله الحمد لله نضيف جدا. حتى الشفاط اسبوعيا انزله واغسله، ما بخليش عليه اي دهون، فالحاجة على طول بتبقى نظيفة. والله بيجي عليا عيد يعني ما بتعبش، ما برهقش نفسي في العمال بيبقى محتاج يوم كامل، لا. هنا شطفت كل الرخامة، وكنت منزلة برضو طقم التوزيع بتاع، هو مش باين هنا، برضو دعكته برضو بالليل مع شوية المواعين اللي غسلتهم بالليل. وهنا دعك الحوض كويس برضو كده وانضفه، وحوالين الحوض كده وايه. بحب اشوف المنظر كده اللي هو ايه، بيبقى ايه في الاخر ده كده، اللي هو بيريح الاعصاب. وانشف بقى كده وارجع كل حاجة مكانها. احلى منظر بصراحة، احلى منظر مهدي للاعصاب لما المطبخ يبقى نظيف. اهو، ايه رأيكم؟ كل حاجة على سنجة 10.